تبدأ من الصفر وهتتفاجئ وصلت لفين. ازاي تبدأ صح حتى لو مستواك ضعيف. تعال نتكلم على شوية خطوات كده هنعملها عشان تظبط لك الدنيا على مدار السنة كلها. وتعالى نبدأ بأول خطوة، هي علاقتك بربنا. أهم حاجة تحاول تحسن علاقتك بربنا خلال السنة دي وعامة في حياتك. العلاقة دي بتشمل إن أنت تصلي، إن أنت تحاول تقرأ قرآن، إن أنت تكون قريب من ربنا، عشان السنة دي أنت غصب عنك هتمر بضغط نفسي كبير جدا. فمحتاج يكون حد قريب منك. فأحسن حاجة إن أنت تقرب من ربنا على مدار السنة كلها. تاني حاجة هنتكلم عنها انك تغير طريقة تفكيرك. تالتة ثانوي او بكالوريا بالنظام الجديد انت محتاج تغير طريقة تفكيرك وتعمل ريسيت للي انت كنت بتعمله قبل كده. اولا مش هينفع تبدا السنه ب 15 ساعه مذاكره ولا 12 ساعه ولا حتى 10 ساعات. انت لو بدات بالمستوى ده هتلاقي نفسك ان انت بعد اول شهر بتزهق. انا مش عايزك تزهق، انا عايزك تبدا بعدد ساعات انت تعرف تكمل عليه. لو بدات بعدد ساعات معين وليكن 3 4 5 ساعات، المهم ان انت قادر عليه وتعرف تكمل عليهم لفتره طويله، انت كده هتقدر تعمل ايه؟ تخلي السنه اسهل بالنسبه لك. هتلاقي ناس كتير قوي بتنزل صوره ان هي بتذاكر 15 ساعه في اليوم، هتلاقي ناس كتير سبقتك في المذاكره، هتلاقي ناس كتير حلت اكتر منك. مش عايزك تبص للناس، عايزك تبص لنفسك. دايما تقارن مع نفسك، هو انا عملت ايه وعايز اعمل ايه. هو ده اللي هيخليك اهدى، هو ده اللي هيخليك انت مش حاسس ان انت في سباق. ثانويه عامه محتاجه نفس طويل، مش محتاجه ان انت تبقى بتبدا بسرعه.